أهلا بيكم في سلسلة حلقات التغذية العلاجية والسمنة. النهاردة هنتكلم على مشكلة متكررة بتواجه كل الناس اللي بتحاول تنقص وزنها، والمشكلة دي اسمها البلاتو. البلاتو معناها ثبات الوزن بعد فترة من الرجيم. الناس متعودة أول أسبوعين 3 بينزلوا 3 4 5 كيلو بسهولة شديدة جدا. بعد كده بيبتدي الجسم يتوقف عن الحرق وبيفتكروا إن هو جسمهم حصل له مشكلة. لا، هو ده الطبيعي جدا. أول أسابيع الجسم بيستغل الجلايكوجين ده مصدر من مصادر الطاقة المخزونة في الجسم، في منه كيلو واحد موجود في الكبد والعضلات، بيدوب في حوالي 3-4 كيلو مية وبينزلوا، يعني أول 4 كيلو دول بيكونوا مية وجلايكوجين. بعد كده الجسم بيبتدي يستدعي النوع التاني من الطاقة وهو الدهون. الدهون حرقها بيبقى مختلف تماما وبتاخد وقت طويل في الحرق، بحوالي نص إلى كيلو بالكتير في الأسبوع، ودي قدرة الكبد أو قدرة أجهزة الحرق في الجسم على حرق الدهون. إذا كان الرجيم قاسي أو أقل من 1000 سعر في الأسبوع بالنسبة للسيدات، أو أقل من 1500 سعر في الأسبوع بالنسبة للرجال، بنعتبر ده رجيم قاسي. الجسم بيترجم الرجيم ده إنه مجاعة، وبيحاول إن هو يطلع كل وسائل الدفاع عن المجاعة علشان يحافظ على جسمه في الاستمرار. الحاجة التانية إن قلة الأكل برضو بتسبب هبوط في السكر والضغط، وبرضو دول بيسببوا قلة الحرق. الأنيميا سبب مهم جدا. 80% من ستات مصر عندهم أنيميا. لما بنبتدي نديهم مكملات غذائية بصورة أقراص حديد بيبتدوا الحرق بتاعهم يتحسن. من الحاجات المهمة جدا قلة الحركة. المفروض أي إنسان طبيعي يتحرك مش أقل من 300 دقيقة في الأسبوع، يقسمهم زي ما هو عايز. الحركة دي طلوع سلم، مشي، أي حاجة، المهم يحقق لي 300 دقيقة في الأسبوع. حالة التوتر اللي بتبقى مصاحبة للرجيم دي بتسبب إفراز هرمون اسمه هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول. الكورتيزول برضو بيساعد إن الواحد ما يحرقش والدهون تتخزن بطريقة غير سليمة في الجسم، وتخزين المية. نصيحتي لكم في نهاية الحلقة إن احنا نحاول نتابع مع طبيب مختص في السمنة. الطبيب ده هيديكوا دعم نفسي، هيفهمكوا كل حاجة، وهيحاول يصلح أي خطأ ممكن يواجهه الجسم.